عايزه اقول لكم بقى، عايزين تعملوا حاجه سهله وبسيطه ما تاخدش منكم غير 10 دقائق تحضير. اعملوا الوصفه دي، بجد حاجه روعه، هتعجبكم بجد. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه، الطعم بجد روعه. بجد بجد الوصفه دي لو عملتيها هتعجبك، ومش هتبطلي اصلا ان انت كل اسبوع حتى على الاقل تعمليها. بمانجايه، كيس جيلي، شويه بسكوت، هتعملي الوصفه العظمه دي. بجد هتعجب كل اللي يدوقها. عايزه اقول لكم ان بابايا دقها وعجباه قوي، بيقول لي ان هي كمان احلى من التورته ومن الجاتوه. شفتوا بقى وصلت لايه؟ هي بجد تستاهل. اللي هي بجد تطلع حلوه. كمان المانجا دي العيش يا جماعه، بجد بجد الوصفه تستاهل اللي انتوا تجربوها. بجد فوق الروعه. اتمنى كده ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون سهل عليكم، وتجربوه تلحقوا كده قبل الشتاء، قبل الصيف ما يخلص. تعملوا الوصفه دي، بس هي كمان تتاكل في الشتاء وفي اي وقت. الحاجه الحلوه بتبقى حلوه على طول. يلا بينا نشوف الوصفه. انا عندي هنا منجايتين، ممكن تعمليها بمنجايه واحده. اول حاجه ابتديت جبت نص كوبايه ميه مغليه، ونزلت بكيس الجيلي والجيلي المانجا. سبته على جنب عشان انا عايزاه يبرد خالص. جبت المانجا بتاعتي، وزي ما انتم شايفين كده التقطيعه دي انا مقطعها على طول وبحبها دايما. قطعتها كده ونزلت المكعبات زي ما انتم شايفين كده زي العسل. قطعت المانجايتين بنفس الطريقه كده وخليتهم برضو على جنب. جبت بقى الصينيه بتاعتي وحطيت فيها ورق زبده. هنزل هنا بالبسكوت اللي يريحك، اي بسكوت انت تحبيه هاتيه. انا جبت البسكوت بتاعي بقيت اكسره كده تكسيرات كبيره لحد لما خلصت الكميه بتاعتي. هنزل بقى هنا بالمانجا اللي انا قطعتها قدامكم، هوزعها كده توزيعه حلوه فوق البسكوت عشان كل حته فيها تبقى فيها مانجا وبسكوت وكل الحاجات الحلوه دي. جبت بقى هنا الصينيه دي خليتها على جنب، وجبت عندي بقى بوله نزلت بكوبايه كريم شانتيه، 3 4 معالق سكر، والسكر حسب التحليه، شويه ميه كده ساقعين حلوين، وضربتهم ضرب مبرح حلو لحد لما عطوا معايا كده الشكل اللي انتوا شايفينه. ونزلت بقى بالجيلي بعد ما برد خالص. لازم يا جماعه هنا الجيلي يكون بارد خالص لما انزله على الكريم شانتيه. هبتدي بقى ان انا اوزعه في كل مكان، واخبط بقى الصينيه بتاعتي خبطه بسيطه خالص كده زي ما انتم شايفين، وهدخلها التلاجة من 4 ساعات ل5 ساعات. هتطلع بقى معايا بالعظمه دي كلها، وكده جاهزه للاكل. قطعيها بقى التقطيعه اللي تحبيها وزينيها، وهي اصلا مش محتاجه تتزين. عايزه اقول لكم ريحتها بجمالها بحلاوتها كده، هي مش محتاجه اصلا تتزين. بقول لكم هي عظمه، ريحه وطعم. يا رب الفيديو يعجبكم. كنت معاكم رشا السيد، اشوفكم في فيديو جديد.